كاينين بزاف ديال الطرق لتفريغ الغضب، بحال انك تغوت ولا انك تهرس شي حاجه قدامك، ولا تشد شي واحد وتفرشخو مزيان وتبرد فيه غدايدك. يا عم اضرب وانت هتركن. وهنا كيجي السؤال، واش تفريغ الغضب هو التصرف الصحيح؟ الغضب كيتعتبر من اخطر السلوكيات اللي كيدوز منها الانسان، الا ما كانش الاخطر. خطر يعني. وقبل ما نهضروا على الغضب خاص اولا نعرفوا كيفاش كيوقع. تخيل راك في الطوموبيل ديالك وغادي في امان الله وحفظه، عاد كيجي واحد باغي يضوبلك، وفاش كيدخل قريب ليك بزاف وكان غادي يقلبك، انت فرانيتي تتحك الرويد. هنا فين غتخدم اللوزه الدماغيه في المخ ديالك، المهمه ديالها هي الاستجابه للمحفزات الخارجيه، وكتعطي اشاره باش تفرز الكاتيكولامين والادرينالين، وكتقول لهم نوضوا راه الجسم واقع معاه شي حاجه. وكل هرمون كينوض يدير خدمته. الكاتيكولامين كيتفرز في لحظات التوتر والضغط، وكيزيد يحفز الادرينالين اكثر، اللي الدور ديالو هو كيفيق المخ ويخليه مركز مزيان، ويزيد يحفز الاعضاء الاخرين بحال القلب اللي كيبدا يضرب مزيان، واللي كيخلي ضغط الدم يطلع، وداكشي اللي كيخلي الجسم يهرس غليكوز اكثر، فكتكون عنده طاقه كبر، وكيزيد يدفع الدم اكثر للعضلات وينقص منه جهه الجهاز الهضمي، وركز فقط على العضلات الخارجيه. داكشي علاش كتلاحظ ملي كيتعصب شي واحد وجهه كيحمار. المهم من بعد هاد التفاعلات كامله كتخرج راسك من الطوموبيل وانت مكشكش وكتعاير، وإلا جاتك الفرصه تنزل ليك ونزلتي. من بعد ما كتسالي وتبرد وتسول راسك واش الموضوع كان مستاهل هادشي كامل، واش كان هذا هو التصرف الصحيح، هو انني نفرغ الغضب ديالي بهذه الطريقه. الناس اختلفوا في الاجابه ديال هذا السؤال ديال تفريغ الغضب. وحدين كيقولوا خاصك ضروري تفرغ الغضب ديالك ولا تقدر تموت فيها الا بقيتي حابس الاحاسيس الغضب في الداخل ديالك. وحدين اخرين كيقولوا لا، ما خاصكش تفرغه. وللعلم ان الطريقه الثانيه ديال انك ما تفرغش الغضب وكتم الغضب هي اللي صحيحه. فراه اتفقوا اغلبيه الاطباء النفس الا ما كانوش كاملين في انه تفريغ الغضب ما غادي يعاونك في حتى شي حاجه، اما كان الغواز او لا تهرس شي حاجه قدامك، فهاد الشيء ما غينفع بوالو، بل بالعكس هاد الشيء غيضرك بزاف. فحيت كل مره غتحتاج انك تطلع الغضب ديالك، وفي المره اللي من بعد ثاني غير خصك تطلع الغضب ديالك ولكن بطريقه اللي كبر من الاولى باش يلا تحس بالراحه. ومره على مره ما تقدرش توقف راسك، ومن غير انه يمكن تندم على الافعال اللي درتيها وانت معصب حيت ما كنتيش قادر انك تفكر بطريقه سليمه. فتفريغ الغضب غادي يجيب لك مشاكل صحيه اكثر، بحال ضغط الدم والامراض ديال القلب، بحال تصلب الشرايين اللي تقدر توصل في بعض الاحيان لسكته قلبيه والوفاه. وعزيز الخسائر الماديه ديال الحوايج اللي كيتهرسوا ملي الواحد ما كيكونش في الوعي ديالو. ومع هاد غلاء الاسعار فاي تبصيل تهرس غتندم عليه. خلينا نكونوا متفقين بلي شي ناس كيبان فيهم الغضب اكثر من غيرهم. خليني نوقفك هنا ونقول لك بلي هذا ماشي مبرر باش انك تطلع الغضب ديالك. المهم هذا الاختلاف كيرجع بزاف ديال الاسباب، كاين اللي منها وراثي وكاين اللي منها فيسيولوجي، فهذا على حساب هضره الاطباء اللي متخصصين في هذا المجال. فكاينين شي دراري مثلا واخا مازالين صغار كيبان فيهم سرعه الغضب والانفعال اكثر من غيرهم، وهذا راجع لاسباب وراثيه. فالتنفيس والتفريغ ديال الغضب ممكن يكون مريح نسبيا، ولكن هذيك غير راحه لحظيه وصافي، واغلبيه الاحيان كترجع بالندامه من بعد. وكتم الغضب ما غيخليك لا تفرقع على حتى شي حاجه، بل بالعكس غتحافظ على صحتك اكثر. فكيف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وتقدر تجيك صعيبه في الاول شويه، ولكن هو سلوك بحال اي سلوك، ومع شويه ديال الممارسه والتدريب غتولي قادر انك تسيطر على الغضب ديالك بلا اي مجهود. وباش تسيطر على هذا الغضب كاينين بدل النصيحه الوحده كاينين 1000. طبعا ما غنقولوهمش كاملين حيت بزاف، ويلا نخليك تقلب عليهم. وبدا بهادو بعدا انك تبعد على مسببات الغضب، وتحاول تخدم شويه ديال الكوميديا، بحال انك تضحك على شي موقف وقع معاك بلا ما تاخذو على خاطرك وتتعصب. وتشترك في القناه الا عجبك المحتوى اللي كنقدموه، ونشوفوك على خير ان شاء الله.